الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، نرجو الله عز وجل أن يبارك لنا في هذا الشهر المبارك، وأن يتقبل منا ما نقوم به من العبادات والتقربات إليه إن شاء الله، ويجعلها خالصا في ميزان حسناتنا وخالصا لوجهه إن شاء الله. اليوم سنتكلم حول زكاة والصدقات وزكاة الفطر، لأن نحن في بداية رمضان، خصوصا الذين هم أمثالون في الخارج ويرسلون إلى البلد صدقاتهم، من الأفضل أن يسرعوا. لذلك نحب أن نعطي المعلومات حول هذا الأمر حتى لا نتأخر. هذا ما سنشرحه إن شاء الله في الدقائق القادمة إن شاء الله. برايت عزيز هي بدارم ربي عالمي طاعته وعبادته وذكر ما تبج ما قبول بك إن شاء الله. أبمها مبارك قضاء عالمي ذي مهانيدا ما عفو بك رحمة خل ما بك جنته بك نسيب ما رحمة خل مريم شفاج نخوش مرة أو إنسان ما يكو دردو كل وان هنجي خدا دردو كل وان بقدينا إن شاء الله. أمد مها رمضان إدانات مها رمضان إداجي زكاة فطر زكاة مال إنسان يكون نخوش نكارن روجي بقرن أم درس وان هرقابد بيجي مجبورا يعني چونكي گره زکات خویا فطره بدن، گره زکات مال خوب بدن، مال وان کو پرنه يعني. و وکی دی انسان یک نخواش نکاره روزی بگیره بدل کفارت نکاره روزی بگیره لو ما معرف هر رمضان اموان تشتی هانید بیشن. ایجا سبب که میرو اینکی زود بیشن، یعنی زود بیشن ند ام نایلن ایواره عیده ام دور ولات خونه ام نل ولاتن در دوره ما بلکی فقیر تنبن ام مجبور زکات و فطره خوشش ولات خوش فقیر رادشینن. مادام که هم تشینن باشه که همین کی زوب شینن جواره ایواره عیده تید و درنگی فقیر تفایده کی جنادینه آن هم چقدر زوب شینن بکه و دسته وان لورا پوستای بانقای یک دبه یک تینه ور حاصل چه قاصد تزو زکات اخ بشینی بخیرتره لو ما هم تشتیانه ایرود بیشن ان شاء الله کو اوی کنیت اوی هبه صحته کی بریا صحته کی روزه کی بریا روزه کی زکات اخ بشینه حتی بکه و دسته انسان فقیر انسان محتاج. أولا زكاة الفطر أيها الإخوة وجوبها بسنة نبوية. لا يوجد عندنا آية من القرآن الكريم يفرض علينا زكاة الفطر، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول الصحابة فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر هكذا، ويقول هكذا وجوبها بسنة نبوية. وهناك من ينكر على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك من يقول القرآن خلاص ما وجدنا في القرآن نأخذه. فهؤلاء إذا قاموا وقالوا نريد أن ندفع زكاة الفطر سنقول لهم لا تكذبوا على أنفسكم، أنتم لا تؤمنون بهذا. فإذا قالوا لا نحب أن ندفع إذن كاذبون في كلامهم، وإذا قالوا لا ندفع فهم صادقون في كلامهم بأنهم ينكرون الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص الصراحة أحسن من كل شيء. إذن وجوب زكاة الفطر بسنة نبوية وليس بالآيات الكريمة، هذا نفهمه أولا. زكاة الفطر دليل حديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام آيات قرآن تنوية زانبن تو قرآن إذا خواده نقوت زكاة الفطر بدن زكاة خواده آيات دين داد بجا زكاة بده زكاة بستنش پیغمبرات بجا زكاة مال خو بدن خذ من أموالهم آيات كدبجا هنكش مالوان بستنه نتفكي سينوري پیغمبر گوتیه فقط زکات فطر به حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبر گوتیه زکات خونه اوقص زکات خویا فطره و نبدن حکمتی ویچه میانه ویجه بیجن مقداری ویچ قایه ölçüye وی پیوانه ویجه آنه بدن فقط زکات فطر ده قرآن داتنه يعني بیا زانبن ایرو اینکه مودل مسلمان می نودر کتنه دبی ده قرآن دا چه به می قبول تکن سرچعبا القرآن دا قوتيا قدريا پیغمبر که ویج قبول ناکن اویج قبول ناکن اویا تنه اویا هيئت قرآن دا چه ممی قبول کن اوان انسان وها اگر که گوتن ام تخوازن زکات خویا فطر بدن جوان را بجن دروات کن گره زکات فطر تنه دید قرآن دا تنه اویا شکو درخست يعني تشکو درخی قرآن دا تنه زکات فطر پیغمبر قوتيا بده ایجا الحمدلله الجماع پروبلم تنه يعني ام ایمان تینن که خدا پیغمبر خورا گوتیه ته نصیحت وی انسان آنه بکی العباده بکی و هنک تشتا خدا ایزن دایک پیغمبر جمرا بیجه درس ما بده نصیحت مبکه خدا ایزن دای پیغمبر خودش مرا بان تشتا گوتیه زکات فطر به خبردان پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فقط یکی کو بیجه از
قرآن تنج مرة تمام از قوتنا پیغمبر قبول ناکم گره او زکات اخویا فطرش ندها وقتی کدا دروات کیش ام بین که بس تحیلال خود کی تد بيجي از قوتنا پیغمبر قبول ناکم تش ما زکات فطره ددی ایجاد ویل آدمه که وی انسان بخون نه امینه کراس دبیجه خدا و هدایت و اصلاح بك ان شاء الله. طبعا زكاة الفطر قلنا وجوبها بسنة نبوية كهذا ما نفهمه. طيب الحكمة منها هناك حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كفارة لما قمت به في رمضان من النواقص معنى الحديث وطعمة للمسكين يوم العيد. هذا الاثنين يعني هناك حكمتين، حكمة لأننا نصوم وأثناء الصوم هناك أمور ينقص ثواب الصوم، أحيانا الغيبة، أحيانا النميمة، أحيانا النظرة، أحيانا شيء مكروه، هناك أمور ينقص من ثواب الصوم. فحينما نقدم زكاة مثل ما نصلي السنن قبلية والبعدية قد يصدر منا شيء يقلل من ثواب الفرض الذي نقوم بها، فحينما نصلي ركعتين سنة يكون تعويضا عن هذا النقص. فزكاة الفطر كذلك من جهة يكون تعويضا عن النقص الذي حصل في الصوم، ومن جهة أخرى يكون إعانة للمسكين والفقير حتى يكون له أكل وشرب في رمضان وفي يوم العيد. الحكمتين موجودين في زكاة الفطر. زكاة الفطر ده حكمتي ويهنا فائدة ودحبن. حديث پیغمبر علیه الصلاة والسلام بجه یک اوان کیمانی کد روجه دا چه دبن تدی جانا مرد بچکی دره وکید که جانا غیبت کید که جانا نهرتنه که حرامه ور حاصل کیمانی چه دبن تشتی خواده جه حسناک مساکنو بجه نکو بچکی دره و حلاله دره و نه حلاله حرامه یعنی فقط هم بشرن کیمانی ما چه دبن جارم دلی یکی دیلن حوالتا تشکی گو تا کلمه که گران جرا گو دلی ما ور حاصل تا ازعاج جناخ کر زاروق کی برایقو ازعاج کی کیمانی کی چه دبن طبعا گرم هرم جوانا بجد حقیق حلال که گردن ما آزاد که بیا یک عادتو هم بشرنم بخوازه نخوازه کیمانی ما چه دبن یعنی یک اف کیمانی کو چیبونه خیر رمضان خیر روزی کیم دبه اموی خیر تمام بکن برو او پروسنت ما یک چونه نوان چند قرشه کیمونه وان قرشه زیده ببن یک حکمتی ام روزی ام زکات فطر دادن بروی کیمانی تمام به اواد دویا خوارن و خوارن کیش فقیر را محتاج را اوی کنانی تنه ان هندک روز عیده اوی فقیر هم خوارن کی و او زارو کی خو بخون زنگین دادن فقیر اوی که امکان وانه دادن کسی که امکان وانتنه روز عیده هم تب هفرا جشن کی بکنو کیف خوشی بکن حساب کن ونده حب انسان د مالک د جیران هفن اوی یک مال وان دا خوارن اوی دید مال دا خوارنتنه اوی خوارنتنه كيف هايتنا دليل نجاشة يعني كيف حضور عينينا دما كنت هنكي خوارنا بديه كي إزارو كي ويجي كيف كان فرداوي ده خوارنا ماجي تشيبو شد ببرابة كيف خوشي تشتكي خوشة يعني لما حكمة زكاة فطرة يكجي كيف خوشية تسلية تدلي إنسان فقير جشتكي أبي حكمتك حكمة دوداش كمالية ما يقدر رمضان ده تشيبونه وكفان سنة المجها سنة بيش وباش أمتكن يا مثلا تدي درك عد برياوي دو پشتوي ور حاصل 4 پشتوي 3 برياوي ما سنت هانه كيمانيه كنت فرضه دا چه دبن فرضه ما يكم تكون جانا عقلته چه ويالي عقليه چه لفر حكايه كان مشهوره مثلا كبزن كبرات تقول مشتكر قصاب عاجز نبي ور حاصل فقير روكي اللي مشتكن مجاني رو سلام ددن امام به قالوا جماعه مسيرك عد كر 4 عد كر والله ينكد بين 4 ينكد بين 3 اوه یک قصاب یاد به سیده والله ایرو بزنام نه خلاص نه بکاره بزنه چا بود به هروت ادگو الله اکبر ادشو من حی بزنه کی دانی و سری جهت کرو پرچت کر دادانی دکانه تدگو السلام علیکم ایرو خلاص نبو تا ایرو زل سلام دا یعنی عقل مجارنا چه فرداوی دا عقل ما چه دکانامه چه سیارامه چه شرکتامه ام بشرن چه مالامه بشکل کی وان سنتا وی کمانیانه تمام دکن یعنی اف زکات فطر شی کیمانیه که دروجی روی تمام که افاد دویا خوارن و خوارن کیش فقیر و محتاج راه ابا يعني حكمتي ابن. طيب على من تجب من عليه ان يدفع مختصر الكلام وان كنا ندفع في اول رمضان ولكن وجوبها في اخر ليله من شهر رمضان هذا هو الاساس في الفقه ولكن نحن احيانا او العلماء يقولوا يجوز لك ان تدفع من اول يوم إلى آخر اليوم
وخصوصا أمثالنا من الأفضل أن يسرعوا، لأنها تذهب إلى البلد إلى الفقراء، صعب لغاية ما ترسل البنك يكون مغلق، لا يوجد شخص يكون لديه فلوس، يعني حتى نستفيد من هذا في وقتها المناسب نسرع، ولكن وجوبها في آخر يوم. طيب على من يجب؟ كل رجل ليلة العيد لديه ما يأكل ويشرب فزيادة عليه يجب عليه، ولكن إذا لم يكن لديه ما يكفيه فهذا الرجل لا يجب عليه أن يدفع. الرجل ليلة العيد لا يوجد لديه غير رغيفين خبز وشوي ماء، خلاص هذا الرجل لا يجب عليه أن يدفع زكاة، لا يوجد لديه، ليس غنيا، ولكن الذي لديه قوت يومه وليلته مع الأولاد، فإذا وجد أكثر من هذا فعليه أن يدفع. فنفترض الرجل عنده 200 كرون وهو يحتاج إلى 100 كرون، أخذ 100 كرون ليأكل، فهذا 100 كرون وهو أو عندهم 5 أشخاص، فهذا يكفي لواحد يدفع عن واحد، والباقي خلاص رفع عنهم القلم لأنهم فقراء لا يجب عليهم. هذا هو يجب على الذي يملك ما يدفع، والذي لا يملك عفى الله عنه. لسركي وكان فرض زكاة فطر قالوا جماعته زكاة فطر يعني ام چقاسا از قاعده شریعت جوارا بجم، يعني قانون ایوار عید فرض سرمه، ایوار عید فرض دبه، يعني شخص کی ایرو بمره خدا رحمه خلی کی زکات فطر سر نفرضه، يعني حتى ایوار عید کم ساخه حتى رو در آوا ام بجل مغرب، يعني بی وقته گره بده خوازی پشت مغرب به 10 دقیقه بمره 20 روزی گرد مغرب بانده الله اکبر مخورمه کی خوار ویجو خورمه خوار و تقمر اما زکات او یا فطر بدن بده. یا شخص کی جناوی دجان یا حمله ایوار عید بریا مغربی به 10 دقیقه زبی و دنیای او زکات اخو ده جمع او مغرب او رود در آوا سر فرضه. شخص کی بریا مغربی به 10 دقیقه مر زکات سر نفرضه، يعني سینور مغربه يعني روزا داوی، ولكن ام الفان درانه جي مدوره ام مجبور بشكي زوب شينن او تشتكيدن افيا الغور احتياج خو ام تشينن تدوره تبشيني ولا فقيره يكتب دايدن تدوي دي بانقاتن قرتن ور حاصل فراتن كاري ببيني بروبلم بلاك تشدبه امزوددن، فقط قانون شريعه روجا عباره عيده او جا فرض دبه لسر كيف فرض ايجاب يا اجبر وانكن او شخص کو خوارناویا ایوار عیده تبه روژا عیده خوارناوی و زاروکی وی پریوی هبه لسروی فرض دبه داوا که ایوار عیده وی فقیر خوارناوی تنه نان تنه بخو ایوار عیده نانه کی زواب کردید به نانه تسیحش یعنی نانه کی او آواوی هیه اوی انسان زکات فطر سر نلازمه تنه اوی که ایوار عیده خوارناوی و خوارناوی زیده هبه او مجبوره بده وکیدی خدای عالم مال ندایی که زکات جنا خوازش اویا قانونه یا برد عقل مدابه یا جی میرک مگاوا دیگو کرون هم بجن 200 ورقه 200 لیره پریه 200 ورقه پریه هه 100 ورقه پیچو خوارنه سنج ایوار عید رزارو کارا 100 ما او جی 4 5 حبن ظلام جنه 3 4 حب زارو کن گرچه کرده مایدی زارو کا چهنا کن یکی دو چت کن يعني او جی حیوانه ملت ندای حبا درست که ما حبا کی دونه ور حاصل هم بجن ای مای کevin ای آنانا ظلام کevin ندای حب زارو کی هنه هر یکیشی 5 کاغذ گره پره بده يعني زکات فطر ای 100 کاغذی و وانش دای حبن دای حب ده 5 داد که 500 گره 500 زکات بده پره 500 ایتنه اوی انسان يعني صدی بده جبون ده حبا 8 حبدن خدای عالم يعفوت که يعني لگور امکانی وی چه بو ابک فقیر زکات خناده يعني فقیر تنه پره وی روز عید خورنه و خورنه ایتنه زکات فطر لسر نفرزه ابیا او ساکنو دا عقل خدا بگیرن زکات فطر لسر نفرزه. طيب مقدار زكاة الفطر أيها الإخوة الأفاضل، أولا وإن كنا نحن نكتب 100 كرون ولكن الأصل في الزكاة مدين أو صاعين، حتى أقول لكم بالكيلو 2 كيلو 100 غرام 200 غرام أكثر شيء 2 كيلو ونص. القاعدة هو هذا الطعام، القاعدة ليس الفلوس ليس المال، هذا هو ما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس دولار ولا أورو ولا كرون ولا ليرة ولا دينار ولا درهم. القاعدة هذا هو القاعدة، ليس أن تذهب إلى المطعم كم تدفع
إلى الرستوران غالي ولا فقير أو تطبخ في المنزل، ليس هذا. يعني 2 كيلو ونص القاعدة هذا هو. ولكن العلماء للضرورة يقول أحيانا يجوز لك أن تدفع البدل، وهذا اسمه بدل. الأصل ليس المال، الأصل هو القوت. هذا هو القاعدة. 2 كيلو ونص، 2 كيلو رز، 2 كيلو ونص حنطة ما أو التمر يعني، ولكن من غالب قوت البلد. أهل البلد ماذا يأكلون في الغالب؟ ماذا يدخرون يجعلون في المنزل؟ هذا هو. وفي الغالب الرز أو الحنطة أو الشعير. هذا هو القاعدة. علينا أن نذكر هذا. 2 كيلو إلى 3 كيلو، يعني ربما يختلف مد واحد كبير ومد واحد صغير، ولكن من 2 إلى 3 كيلو. زكاة الفطر مقداري ويشقاي، مقدار تشقاي بدي يعني ölçüye ويشقاسه. أولا فيها بزان بن. أنا مجانا كي تشتات خطبة دجوارا ددن هم تخازن ود عقلي خدا جي قيد بكن ها يعني صبيرو جرى هركس كي جوا كان نيف إمامه كيبه أجر ونها جندياتن جندي شون قبول نابه ببن زانات عقلي خدا بقرن. جانا مكي قاعدة شريعة جوارات بيجن. قاعدة شريعة قانون زكاة الفطر ده قالوا جماعته برننه. أبي زانبن. هر چه قاسم ما قوتي 100 کرون ام دبیجن هنکی دولت قوتي او قاسا 10 اورو 10 دلار چه وها بيجن قانون نپره. قانون گنم ياجي برنجه ياجي جه گنم جه او برنج بلغر نا نيسكو نوك نا نيسكو نوك نا بنان نا بنان يعني قانون اوه ياج بير وانكن قانون پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتي 2 كيلو نيف نزه 3 كيلو يعني كل مكان بيجن آزلامه که واکنو کلمه مزنه و کایم بچو بلکه ماستر به بشکل که وساکنو جبانه نکبه که ایرو عالمه حساب کرده 2 كيلو صاد 2 كيلو دصاد يعني حتى 2 كيلو نونيف حتى نزي 2 كيلو نيف حتى قوته برام 3 كيلو بشي يعني حتى 3 كيلو جنم يجي حتى 3 كيلو برنج. قانون اوه قانون نپره قانون نزره قانون ندولار قانون نکتاری رستوران دکی تیب چه قصای خواردن بخوی قانون نه اوه يعني اوه قانون پیغمبر علیه الصلاة والسلام زکات فطر گوتیه 2 كيلو نيف 3 كيلو گنم اموها بجن 2 كيلو 3 كيلو برنج برنجه که نورمال نه برنجه ان بها کو هر کس ناخو نه برنجه کو ام کردید بجن کیزک کتنه که حیوان کتنه که دیدی داوی نه اوجی یا که نورمال ته چت خوی برنجه که تو جنا خو زارو که خون یاسمین ده به اوزانه بسماتی ده به اوزانه برنجه ما دیاربکر مشهور قرج دا خیل دیاربکر برای برنجه پر خوش بو آن نظام مایه نمایه طعمه قویه لذت بو يعني ور حاصل اوا آکره ور حاصل کی جاد به زرارتنه يعني فقط اوا تو جنا خو ارغاف تخون نکو 1 كيلو ای بچ قاسای فرعون تنه تخون نه اكو فقير بكا موسى وعيسى تخون يعني خارنا كوساكن نورمال قانون اوه يعني قالوا جماعته قانون پشته که اوه پشته وی قانون چه عالم بجارنا هناك عالم فتوا دايه بلکه جانا کرده من کی بنا والله امام شافعی گوتیا چنا به دنیا خرابه ام بجن حیره مال امام شافعی آوا خودش راضی ولی ایرو ام مجبورن جانا پرابدن احتیاج وها چه به قانون گنمه قانون برنجه ولكن جارنا بدلی وی بدل زانه چنه yani etçi de onun yerinde yani dici hevida tetkari perabdi para tebdi tebeş 2 kilo birinci çıkaye 3 kilo birinci normal çıkasa tına beceğiz her restoranda kava zengin az xarne bخم اوننه yani ابي نه قانونه قانون 2 kilo 3 kilo birinci ka normal çen قرانت که 45 هفته 8 اوقات قانون اوه فقط تفرتان فيها شي بيجن هناك مثلا لفر دولتك ام لفران هناك جامعه قوتيه 107 قرون 107 قرون زكاه الفطر والله بريكا خد درخصنا بيها مبخو قوتيه 100 قرون ام يقين ك 100 قرون مجزده ولكن تبشيني مصرفاته بوستا لفر دوله كان قرش بره ام بيجن برا زكاه نشش بريكا مهره يعني ام كان قرش زيدد يا جيكي الكردستان چقا يزن زانم فقط تركيا واد بيجن قوتنا 130 ليره والله زيده 130 ليره خدا او قنه قوتي يعني خدا نگوته 130 لیره يعني زاروک کی یج مالبات کی اون دی حب زاروکی هبن دی بابو زاروک فردا او قصه پرای بده فقیرو خدا وها نگوته کیلو اگرم ترکی 10 لیره يعني 10 ورقه ترکی که هذا برا کیلو برنجش 20 بت که 40 تشما 130 ملت خازی يعني اجا الگورا عقل خوشقا فتوا کی در خستنه کس نوره خبر جیب ده اعتراض جیب که
ام بچکی دوره وانم کارن احتراز بکن 130 خود نگوتیه بیا بزانبن 170 برا خود نگوتیه 2 کیلو 3 کیلو گندم چقدر اوقا بدی اید بی آلیکاری فقیر بکه از فرض خو بزانبم آلیکاری تشتکی دی اولا خود چشم خواستی از بکم لمجانی برو چه قاسه 4 فرض نه 4 فرض خو بکه اید خوازی پشتی 4 سنتات کی دهی کی دی سنت زیدت کی دهی کی دید کی او میرانیت فرض خود بکه ایدی اشترامایه ابي قانون هانيش بزان به. طيب وكذلك الذي لا يستطيع أن يصوم المقدار نفس المقدار الذي لا يستطيع أن يصوم أو لديه مرض دائم المرض هو الأساس في أن يكون مرضا مستمرا طوال السنة ولكن إذا كان مريضا في رمضان وبعده إذا شفي بإذن الله فعليه أن يقضي فعدة من أيام أخر ولكن إذا كان مرض مزمن نسميه دائم أي هذا الرجل الأطباء وبالتجربة يقول صيفا وشتاء المرض مستمر لا أستطيع فهذا الرجل أذن الشارع له بأن يعطي عن كل يوم إطعام مسكين كذلك 2 كيلو نصف رز يعني ليس أغلى رستوران هذا هو القاعدة يعني فكذلك نفهم هذا أبي يكون أخوش نكرر روجي بكرة أو أن أخوش أجدحبن نخوش هاد رمضان امتين دا بشكي نخوش كتية وباشي بلكي خديات رحمة يعني دبا عمليات كجرات شكرن تشتكي تشيبوت رمضان دا 3 و 5 رو نخوش كت امتين نخوش كت بنورماله پشت رمضان کو وی انسان باش بو گره روزی خو قضا بکه ابي خدا عز وجل و فرماند که کفارت وی انسان تنه لی انسان کی نخوشی ناوی دائمیه سالک 12 مه کردید بجن سالک 12 مه ساله نه سالک 12 مه وی فقیر نخوشه باش نابه نخوشی ناوی نخوشی نکا گرانه باش نبو دردی گرانه اف انسان هانه تیسا قاس زکات فطر 2 کیلو نیف برنج یا 3 کیلو برنج یا 3 کیلو گنمه کی پاکش بده یعنی حساب رستوران ده ناکه از هلم فلان رستوران دهانه اوا زنگینا یا جزرم ا گندی ا فقیر ا انسان نه زنگین و نه فقیر 2 کیلو نیل 3 کیلو برنج قصاد کته او قابدی مشغال فرا گوتی 100 قرون تا 100 قرون پر بدی 170 قرون نه ها هینکی مسلمان و ای فقیر قیبر چی بن و فقیر سر حساب من تیر ببن خودش مرا گوتی تا او قصابتی او قابدم برا دولت آلیکاری فقیر بکن از واجب خود دم تشتي سلمان فرزة چقاية أزيبي بدم. طيب وفي العادة هناك في شهر رمضان نحن دائما نذكر بأن ندفع زكاة ما نملك من المال ما لدينا من المال من الذهب أصحاب المحلات التجارية الذي لديهم الأموال فالعادة من عهد سيدنا عمر رضي الله عنه حددوا الرمضان بداية للعام ونهاية للعام فعامهم بالرمضان هؤلاء عليهم أن يعملوا حساب ما يملكونه في الدكان يخرج الدين والباقي كم يبقى لديهم يدفع 2.5 من هذا المال إلى الفقراء 2.5 يعني 1 من 40 هذا هو الذي لديه المال لديه دكان لديه مال في البنك الذهب فهؤلاء يدفعوا الزكاة بهذا الشكل يعملوا الحساب يخرج الديون هذا دين علي أن أدفع دين دائما ليس دين المنزل الذي يدفع كل شهر شوية 20 سنة لا هذا لا يعتبر والباقي ما يبقى لديه يدفع زكاته والآن سنقول كم أقل مقدار النصاب سنقول بعد قليل إن شاء الله عادة كيدية رمضان إذا قالوا جماعتي أم زيريخو بريخو مال خوية تجارتي أم حساب تكن شقاسة أم زكاة ويجددن عادة مسلمان اج وقت حضرت عمر ده خودش راضی به مسلمان اج بی وقت در رمضان کریه سر ساله تدی مثلا اوی کو گندین زراعت وان هي هاوینه زمان وان سزون زکات وان گنم وان بی هاوینه دچنن گنم وقتین سر بیدر امود بجن بیدر آنی سر بیدر زکات ای وقت دن زبستان نادن يعني هاوینه حصادی يوم حصادی هاوینه يعني فقط وقت حضرت عمر ده اوی تجارتت کن اوی کزیره وان هنه گوتنا رمضان برابر سر سالامه ما خیر و برکته خیر تدا خدای عالم ده زیدت ده و آلیکاری فقیر و ملت روزی دیگره جبی وقت داش خوا کرنا عدد زکات خو دمه رمضان دادن اوان انسان هانه برا مال خوی تجارت حساب کن پری خو حساب کن چه قاسه دین خو درخن 100,000 پری منه 20,000 دینه من از 20,000 درخم دین خو بدم 8,000 از زکات ای بدم زکات صدید دو نیف فقط دولت صدی 20 تا دستینه خدای گوتیه دو نیف بده زیده نده يعني
يعني شلية كتير بدي إيه دولتي أنا عندك صدي 15 صدي 20 صدي 30 تدي أجار هاي بلكي صدي تشرجي تبرد دي دولتي سكات أخوي أنا بيجن ضريبة وفيرجيا خدي كردي بيجن باج نوصل باجي ددن فقط أبي خدي قلت أنا صدي دوني بدا وبدا بان فقير يعني ندم مش بدا بان عبد من فقير يكون محتاج بري وانتنا بدوان وزكاة خير وبركات تجي أم ددن دولتي أم نفرال دولتي تكن كأم ددن فقير أدلهم أن الحمد لله خدا مزنگین کرد وی برای من فقیر کرد برای دایم من ادم وی برای خیانه شکر و حمد خدا بکن که خدا برای دایم و انتکارم دن فقیره که ام فقیر بونه ملت برای بدامه اجا الحمدلله وای خدا دایم انتکارم دن فقیره امیانا مقدار ویجی بیجن مقدار الزكاة أيها الإخوة القاعدة فيها كذلك 85 جرام من الذهب 85 جرام هذا هو القاعدة فيها ليس كرون ولا دولار ولا أورو ولا شيء آخر القاعدة هذا هو 85 جرام ذهب الآن تقريبا يساوي حوالي 6000 دولار بكرون النرويجي تقريبا 62 أو 63 ألف كرون الذي لديه هذا المبلغ وأكثر عليه أن يدفع هذا هو القاعدة 85 جرام اليوم بالدولار 6000 بكرون النرويجي 62 ألف أو 63 ألف هذا هو القاعدة في النصاب الذي لا يملك هذا فعليه أن يدفع إذا أنا سؤالك جوابكم أبي ماي تركي وأبي ماي باشور زكاة فطر الجماعة كان كرونة عفوا 6000 دولار چقاسا برای کردستان که یا برای عراق که ویزان بن 6000 دولار چقاسا برای ترکیه که کی جو زانه جانج مرابج از حسابكم از ویج مرابج بلکه بسلمان گوداریت کم بزان بن 6000 دولار چقاسا تلت که تله ابي برای وان هنا جو خیر اخ مرابج و چقاسا برای کردستان که چند میلیون که 9 مليون تكه تمام 9 مليون برای کردستان العراق يعني بج 9 مليون ما تركيا چقاسات که کی زانه ابي ما زنگين كسكيتنا ما شاء الله تفقير سبحان الله چقاسات که 180,000 تركيا تكه تمام قانون أفز قانون 85 غرام زره تهبه قانون 85 غرام زره 85 غرام زره تهبه زکات لتكه biz پره دلار به 6000 دلار تکه پره کرونه میوره به 610,000 630,000 کرون تکه به پره عراق کرد و ماجن قسم هانت که به 9 میلیون پره لوی ایو دینار درهم دینار 9 میلیون دینار اوی پره هبه زکات دید که به پره ترکیه 180,000 و پچکی زیاتر 180,000 لیره ترکیه 180,000 اوی پره هبه زکات دید که قانون اوه هندکی ویاج سینور 180,000 یا 181,000 دلار پشکی چته یعنی ولكن 6,000 دلار تحساب کی به پره ترکیه که 180,000 به پره میان بجن عراق کردو ددن 9 میلیون جوی اوزیاتر ته زکات بدی او جی چلی یک ته بدی جی چلی یک مثلا یک 180,000 پره هبه پره ترکیه جی چلی یک چه قصد که جا حساب کن 180 بلی قخبیاب باقی جا حساب کن 180 لأوكي بلاكن للتلا بلاكن للشلي بلاكن والله وضعيف انها ماتماتيكا وايشتنا شهر حزارتك حفر صح قانون صالح تذكاري بريا بدي زرارتنا ما هيك بيسرود كاري بدي 225,000 بري عراق که تمام بري تركي جاكو 4 مليار که 4 مليار که تمام 2 مليار و نيف 4 و نيف که 4 و نيف گرفت که 4 مليار و نيف چونکی کو ببرد 100 که 5 کو 100,000 و 5,000 که تبیسی جبینی خواره 4,000 و نيف يعني 180,000 بري تركي اوی بري هبه 4 مليار و نيف زکات اخو بده اوی ما دینار 250,000 بده اوی کرون اوی 610,000 کرونی هبه 1505 کرونی بده بیام حساب کریه انا وجه هبه ونبياناش بدن فقيرة محتاجة بلنجازة ونبدن وان طيب هذا الزكاة تدفعها الإيمان للفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات تدفعون إليها لا تعطوها للأب ولا للأم ولا للزوجة ولا لابن ولا لابنة ولا الحفيد ولكن أخوكم يجوز أختكم يجوز ولكن من الأفضل أن نعطي للبعيد ونعطي أخنا من مالنا الخاص هذا ما يليق به هذا ما يليق بالإنسان قد تكون فقيرا ويأتي أخوك يقول يا أخي هذا زكاة تفضل شيء محرج لا تحب أن تأخذ زكاة من أخيك تحب أن يعطيك شيئا من قلبه الخاص فكذلك من الأفضل ولكن من ناحية الجواز يجوز
زكاة أخت تذكاري بدي كي قالوا جماعته ندا دياخو ندا بابيخو ندا جناخو ندا لايخو ندا قيزاخو ندا فانا أفانا تمجبور خدمة أوان بكي لوكي دي بسمامته وآبته وخالته وكري خالته وكري متاته وكري بورته وبورود بجنوار حاصل كلام خالزا ومامزا وشكزا فانا درستين أما جانا واحد سابق النبي والله زكاة أخذهم خشكاخو بريخو والله هنا تشخوش ننن شرعا حلالة يا نبي حرامه ولكن كنت فقير بي وبرايته ولا بيجي براي من والله فيها زكاة أخوة دمته والله كده اللي تدبين له براي من كاب ديا ما يك بابا ما يك تمام بتشكي سي قريش تجدلي خوب دانا منها كيف هذا اللي خو حقي براتيه تبدانا من اللي جانا ايجاد بنا عادة كيما دي برابرين فقير بشعبي دسته مدابه اوجي خوشنينا يعني بدن براي خو برايته شعرك عرب وهاد بيجي دبي اقرباي من مالا مخراك نزعات سنابم خاني يعني وتدي بري مالا داري وان هبون دار اخر دان سري دبي مالا مخراب كن اوان دارات بنت كل مالا خو به مالا خو درست كن مشكله نه مالا بري ما تشيبو گوش دين بخون زرارتنا اوي كيلو بكرن اوي قلو ببن يعني تيسا بري من قلو دبا قش كامن قلو دبا قلو زاني كيلو قرتن شيشمان دبا يعني كيلو دكره وار حاصل يرى عقليتها مأفة نا عقليتها حسده نا عقليتها خرابي نكو برا شعبي بريكا مدابة دسي مدابة محتاجة بنا برايته صبي كتب بمري اوي سرتا بقري صبي تبكي اوي دسي يقدر درجة تبكي قانون اوي يعني يرد حياتها خدها تشقى تجبريخ وعاجز بيجي وقت كنت تكفي برايته تجمته قانون اوي يعني بلكي وقت الحياة يمشب عاجزن كمرن شيبو شيطان دي شيطان شو فطرتها انسان اورجينال فطرتها انسان تل ميدانه انسان جبونه برای خود گری جبونه مام خود گری جبونه خاله خود گری جبونه برازای خود گری افیا قانونه يعني الشيطان هره فطرت اوه وحتى الشيطان جهبه امج الحياه من چنابه ور حاصله كلام افيا كبير ونكن قالوا جماعته وانت كار مدن فانا حتى قصبسه رب العالمين خير وبركته بكنسيبه ما خير بدوا سلامتي بدوا عافيته بدما شخو دعايه بكن دعاية قال لك بكن جمارة بكن جهافرة بكن مسلمانة را بكن عبادة خدا را دعاية بكن ما خيرية ما بركته ما دعاية بكن بلاشة لو دعاء بلاشة بل كان برنادن دعاء بلاشة دعاية بكن رب العالمين في دبي روجي إن شاء الله دعاية وقبول بك يعني أكثر من الدعاء في هذا الشهر الصائم دعاؤه مستجاب عند الله عز وجل أكثر من الدعاء لأنفسكم ولإخوانكم ولكل العباد الذي يحتاج إلى رحمة الله عز وجل ادعوا له بأن يغفر الله له وأن يهديه سواء السبيل وأن يعين المظلوم وأن ينتقم من الظالم أو يؤدبه كيف يشاء حكمته عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.